لوجستيكية. نفق الحوت مساء بعدما تأخرت عملية إنقاذ لنا أن نتساءل هل كانت ممكنة. المكان شاطئ سيدي الرباط بأكادير، وتفاصيل مع صديق بنزينة رشيد لطفي. حوت ضخم جنح نهار أمس إلى شاطئ سيدي الرباط جنوبي أكادير، وقد ظل هذا الحوت عالقا بين رمال وأمواج الشاطئ من دون أن يتمكن من الرجوع إلى أعماق مياه البحر. وقد قدر طول هذا الحوت ب 19 مترا، فيما قدر وزنه ب 16 طنا. جات في الصباح كتلعب مع ديك 9 هكاك 8 كتلعب 8 7 ونص كتلعب، المهم في البحر تابعها شي حوت ولا داك الشيء الله اعلم، لاحها البحر وخرجت. ايوا هذا الشيء اللي كاين، وحنا راه متضاربين معاها دروك نشوفوها، نقدناها وبغات تنقد ودابا خصها تمشي تحرك. وتبقى هذه بعض تفسيرات أهل المنطقة في غياب أي تصريح أو توضيح من المصالح المسؤولة عن شؤون البحر أو البر، وفي غياب أي وسيلة لوجستيكية لإنقاذ هذا الحوت الجانح. تجند المواطنون في محاولة لإخراج هذا الحوت بعد فشل محاولة إنقاذه ونفوقه. وتشير بعض المراجع في علم الأحياء البحرية إلى أن مثل هذا الحادث قد يكون راجعا إلى تيه هذا الحوت نتيجة خلل في التوجه وصدى الصوت. أجواء